السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة مطبخ فايز. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. نرحب أيضا بكل المشتركين اللي التحقوا بعائلتي. إذا وصفتنا لنهار اليوم راح تكون من أروع الوصفات اللي جربتها تاع خبز الكوشة أو خبز الدار. شوفوا، احذفوا كامل الوصفات اللي تعرفوهم ونعطي لكم كامل الخطوات وأسرار نجاح هذا الخبز، واللي زادوا منفعة أكثر حضرته فقط بالسميد والفرينة الكاملة، ونعطي لكم أيضا الخلطة السحرية اللي غادي تكتشفوها على الفيديو. بسم الله على بركة الله ونشوفوا طريقة تحضير هذا الخبز. في البداية راح نبدأ بالسوائل. نحتاج إلى 2.5 كيسان تاع الحليب لازم يكون دافي. نزيد عليه نص كاس تاع الزيت، يعني أقل من نص كاس غير بشوية، وملعقة كبيرة من خميرة الخبز. وهنايا فضلت أني نستعمل العسل، استعملت ملعقة كبيرة، من الأحسن نستعملوا العسل الحر، وإذا مش متوفر تقدروا تعوضوه بملعقتين كبار تاع السكر. هنا نبدأ نضيف السميد اللي استعملته سميد أرطب. تحتاجوا إلى 3 كيسان، يعني في كل مرة كل ما تزيدوا كاس تخلطوا بهذه الطريقة، يعني سواء بملعقة تاع خشب أو بالفوي كما راكم تشوفوا على الفيديو. فوالا، يعني راح نخلطوا يعني خلطة خفيفة، نغطي عليه ونخليه يريح لمدة 4 ساعة. إذا بعد ما اختمرت العجينة رايحين نديكازوها ونبداو هنايا نخبطوها، يعني مش غادي تعجنوها، اعطوا لها حقها فقط في هذه العمليه حتى وين ما تولي العجينه رطبه نوعا ما كما راكم تشوفوا هنايا. يعني استغرقت لي تقريبا 5 دقائق وانا نخبط فيها بهذه الطريقه. واذا عندك لو بيتخا، يعني نفضل هذا الخطوه انك تستعملي لو بيتخا. هنايا غادي نزيد عليها نص كاس تاع الفرينه الكامله. كما قلت لكم حبيت هذا الخبز تاعي يكون صحي، يعني نقدروا ناكلوه وما نخافوش. هنا في البدايه نبداو ندخلوه يعني بشوي بشوي، في كل مره راني نخبط العجينه حتى تكملوا كامل هذيك الكميه. اذا السر باش تحصلوا على خبز يكون خفيف في هذه المرحله اعجنوه مليح، اعطوا له حقه في العجين. شوفوا كيفاش راني نخبط فيه، يعني الطريقه راهي بزاف واضحه. كما قلت لكم اعطوا له حقه في العجين. شوفوا هنايا القوام اللي تحصلت عليه، يعني هذه هي النتيجه اللي راني نحوس عليها، يعني تحسوا العجينه تاعكم راهي رطبه. هنا راح نزيد نخليه يختمر للمره الثانيه لمده 20 دقيقه. هذا الاثناء راح نعطي لكم الخلطه السحريه اللي يخليكم تتحصلوا على واحد الخبز ولا اروع. اذا نحتاج حبه بيض نفصل الصفار عن البياض. هنا راح نزيد كيس خميرة كيميائية كاملة ونحرك بهذه الطريقة حتى تتحصلوا على هذه الرغوة. هذه هي الرغوة اللي غادي تعطيله هذيك الخفة. إذا هنايا بعد ما اختمرت للمرة الثانية راح نزيد كمية الخلطة السحرية، يعني هنايا زيدوها بالكامل وحاولوا أنكم تدخلوها بهذه الطريقة، يعني في كل مرة راكم تخبطوا فيها كيما راهي موضحة على الفيديو حتى تولي لكم رطبة. هنا راح نزيد في الأخير كمية الملح، زدت عليها ملعقة كبيرة تاع المزهر. فضلت أنني نكه الخبز بالمزهر، ونزيد عليها ملعقة كبيرة من المارغرين، تقدروا تستعملوا الزبدة أيضا. ونحاول ندخل يعني كل المكونات. شوفوا هنايا راني نعجن فيها وواحد الخفة اللي راهي فيها ما شاء الله. كما قلت لكم راح نزيد نخبطها. شوفوا هنايا كيفاش تلقت روحها العجينة. إذا نخبطها مليح حتى تولي ملساء. هذا هو القوام اللي راني نحوس عليه. شوفوا من كثرة اللي خبطناها بزاف حتى ولات، يعني شوفوا ما ولاتش تتقطع، ولات مطاطية. إذا هنايا راح نزيد نخليها تخمر للمرة الثالثة لمدة 20 دقيقة. إذا هنايا مباشرة ما نديكازيهاش، نروح نجيب الصينية تاعي حوالي فيها 29 على 39. هنايا زيت شوية يدية ونحطها مباشرة على الصينية دهنوها مليح فقط بالمارغرين وشوية تاع الفرينة. استعملت الفرينة الكاملة كما راكم تشوفوا هنايا. راح نبسطها مباشرة على الصينية، نأكد دائما على الأحراف.
نعاود نخليها تخمر للمرة يعني الرابعة لمدة 20 دقيقة، ما تخلوهاش تخمر بزاف. هذا الأثناء أنا روح نحضر صفر البيض، زدت له قهوة سريعة الذوبان وقليل من الحليب وشوية تاع زعفران بودرة. إذا هنايا بعد ما اختمرت العجينة يعني هنا روحوا لها غير بالعقل، يعني ما تعبسوش عليها بزاف باش ما تكسروا لهاش هذاك الخمور. بهذه الطريقة يعني نساعفوا العجينة. للتزيين استعملت شوية جنجلان وشوية سانوج. بالنسبة للفرن راني شاعلة عليه من قبل. الفرن تاعكم لازم يكون سخون مليح، كي تحطوه يطيب في البداية النار لازم تكون شوية قوية. كي تشوفوا الخبز تاعكم بدا يتنفخ يعني الداخل، نقصوا في درجة الحرارة، الدالي حوالي 30 إلى 35 دقيقة. إذن هنايا أنا مش غادي نخليه في الصينية، نحو ونحطه مباشرة على اون سيرفيات ونخليه يبرد كومبليتمون. وهذه هي النتيجة تاع الخبز اللي حضرناه اليوم. صدقوني هذا الوصفة تستاهل أنكم تجربوها. شوفوا هذيك الثقوب اللي تحصلنا عليها، هذيك الخلطة أعطت له واحد البنة مميزة وأعطت له واحد الخفة. واش نحكي لكم، صدقوني جاني قاطو مش خبز. إذا إن شاء الله الوصفة تاع اليوم تنال إعجابكم، ما بقى لي غير نقول لكم بون أبيتي تو الموند.